نصيحة تمجي من عند عم رمضان. كي نحكيو على الحوت ما نجمو كان نعدو مميزاته الغذائية. الحوت أنواع، تريليا، قاروس، ورقة، لكن فوائده مشتركة باللي يعطيه للجسم. وفي رمضان منصوح أن ناكلو الحوت طايب ولا مشوي، كل واحد وذوقه. أما حد ما ينكر أنه أكلة متكاملة تعوض المجهود اللي يبذلو الجسم في الصيام. غني بالبروتينات والفيتامينات أو بي ودي، فيه اليود، الزنك والفوسفور اللازمين لصحة جيدة. غني زادة بالأوميغا 3 واللي هي أساسية لنمو وتوازن الجسم. يتفق الأخصائيين أن الحوت هو من أحسن الأغذية الموجودة في حياتنا، وماكلته بصفة منتظمة مرة ولا مرتين في الأسبوع حاجة ما تنجم كانت تغذي وتقلل من مخاطر أمراض الدماغ، القلب والشرايين، وتنشط الذاكرة. من لما تردوش أن الحوت يكون حاضر في شقة الفطر، في شوربة ولا في كسكسي، في الكوشة ولا في مقرونة بنينة. فما شكون يحب الغزال وفما اللي يخير النزلي ولا التن. أما مهما كانت الأذواق، الحوت منفعة وصديق كبير لجسم الإنسان. شهية طيبة، ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند مجي.